المسيح من هناك، من الناصرة، من قاهرة نابليون، عكا، من حيفا، من يافا والبرتقالة، من النقب الصامت، من المثلث، من الخليل إلى جنين. من هناك من سيد الأرض جئنا، أتينا نحمل باقة ورد، نحمل رسالة محبة إلى قاهرة المعز، إلى الأم الأولى، إلى الأخت الكبرى، إلى مصر التي تجرعنا وتعلمنا بأن هذه الدولة هي نعم في عمق البطين والأذين، نعم عظيمة يا مصر. فلذلك نقول بأننا نحمل رسالة إلى قامة وقيمة وطنية ليست لمصر فقط، وإنما لكل الوطن العربي وأيضا لكل أحرار العالم. مؤسسة تكريم شخصية العام في الداخل الفلسطيني والوطن العربي، مؤسسة سيدة الأرض، بالإجماع لأول مرة عبر 8 سنوات نختار لقب ومسمى سفير سيدة الأرض. سفير سيدة الأرض أم البدايات وأم النهايات. يمنح هذا اللقب إلى الدكتور الفنان محمد صبحي. هذه القيمة وهذه الرسالة الوطنية وهذا الصوت الذي حافظ على نفسه خلال عشرات السنوات. نعم تستطيع أن تصل إلى القمة، لكن من الصعب أن تحافظ على القمة. إنما هذه القيمة استطاعت بهدوء وبوضوح وبرؤية ثاقبة أن تستمر في عطاء، وأن تستمر في بصمة، وأن تستمر في رسالة. فجئنا لكي نقول لك أيها الفنان، أيها الإنسان، أنت سفيرنا، سفير سيدة الأرض. وهذا اللقب هو تكليف وليس تشريف، لأن بتصور أنه سيدة الأرض هي في كل وجدان عربي شريف، ونحن نرى فيك هذا المعنى، ونرى فيك هذا العمق، ونرى فيك هذه الرسالة. فلذلك باسمي وباسم مؤسسة تكريم شخصية العام، وأيضا يحظونا شرفا أن نكون شركاء اليوم في هذا التكريم مع منظمة أصبحت لها الأيادي البيضاء من العمل والعطاء في كل وطن عربي، المنظمة العربية للتنمية للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وعلى رأسها سعادة الدكتورة سعاد العربي. هذه المرأة التي طبعا، ويجب أن نشير بذلك أننا نحن هنا كوفد فلسطيني مغربي مصري، إذا نستطيع أن نشكل الوطن العربي بلوحة فسيفساء. والدكتورة سعاد هي مصرية مغربية فلسطينية إذا جاز لي الحديث. فباسمنا جميعا اليوم هذا اليوم المبارك، ونريد أن نذكر هنا بأن هذا التاريخ 30 يناير هو هذا اليوم لأول مرة العالم يتضامن مع الداخل الفلسطيني. يعني هذه مناسبة مهمة جدا. هذا اليوم هو يوم التضامن مع الداخل الفلسطيني، مع من يسكنون هناك في سيدة الأرض في الداخل. عندما نقول الداخل الفلسطيني نتحدث عن الناصرة والجليل وعكا وحيفا والنقب والمثلث. هؤلاء من بقوا في سيدة الأرض عندما كانت النكبة التي ألمت في شعبنا، كان هناك تطهير عرقي، بقى هناك في سيدة الأرض 120,000 نسمة. إنما الآن نحن هناك 1,600,000 شجرة زيتون، 1,600,000 إنسان يعشقون التراب، إما أن نكون تحت التراب وإما أن نكون فوق التراب. فباسم كل هؤلاء نقول لك نحن فخورون بك حقا. وأنا بحكيها على الملأ، نحن نحب الفنان الإنسان محمد صبحي منذ نعومة أظفارنا، واليوم قد يكون حبنا أكثر، بحيث نريد أن يكون سفير سيدة الأرض، أن يكون صوت فلسطين أمامك يوميا، أن تكون القدس هي البطين والأذين. يا صديقي، القدس هي ليس لنا وحدنا هناك،
المقدسيين هناك يعني أتصور أصبحوا يدافعوا عن شرف الأمة العربية الإسلامية عامة. فأنت مطالب الآن في هذا اللقب أن تحمل هذه القضية، ونحن نعلم بأنك محب جدا القدس وندرك هذه القيمة. فمرة أخرى سررنا في لقائك وفي حضورنا أنا وهذا الوفد الكريم أن نكرمك بلقب سيدة الأرض. وأيضا راح يكون في هناك إهداء مفتاح العودة. مفتاح العودة هذا يحمل رمزية خاصة على إخوتنا وأهلنا في الشتات. تدركون تماما بأن هذا الشعب الفلسطيني موجود أكثر من 7 مليون الآن، هم موجودون في كل العالم، وبشكل خاص إخوتنا في لبنان وفي سوريا وفي الأردن اللي في المخيمات. مفتاح العودة يشكل لهم رمزية نحن نحتفظ فيه رغم كل شيء. لا يسقط هذا الحق، لأنه حق العودة مقدس على كل فلسطيني. فيش أجمل ولا أقدس من هذه الهدية المتواضعة أن مفتاح العودة نهديه إلى الفنان الرائع صاحب القيمة والقامة الكبيرة، الفنان حبيبنا محمد صبحي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور كمال، شكرا لمؤسسة تكريم وسيدة الأرض والمنظمة العربية للتنمية، وشكرا للوفد الذي شرفني هنا في القاهرة. قد تعودنا عندما يقدم لنا تكريما أن نذهب إلى مكان مانح التكريم، ولكن التكريم الأكبر أنكم وصلتم إلينا تحملون عبق فلسطين وتحملون عبق القدس. ولكن أعتذر عن تلقيبي بدكتور، فأنا لست دكتورا، ولكني أتشرف بكلمة فنان. وأيضا لقد نصبتموني سفيرا للمؤسسة وأنا سيدة الأرض، وأنا أيضا عينت سفيرا بهذه القضية منذ ميلادي، فقد ولدت في عام 48 وشعرت عندما كبرت أنني سببا في سرقة فلسطين، كما لو كنت مسؤولا أنني كان ميلادي في 3 مارس 1948. ودايما أقول إننا ليست مسألة قناعة وإيمان فقط، ولكن بعلم ودراسة وتاريخ. أعلم أن مشكلة المنطقة العربية هي مشكلة القدس ومشكلة القضية الفلسطينية. وإذا كان التاريخ انعرج بعيدا قليلا في هذه الأيام، فقد تحملنا الكثير فننسى أو نبتعد قليلا عن مفهوم الدفاع عن القضية الفلسطينية، أو قد نتناسى أو نسينا أو انشغلنا. فأقول أن هذه هي الطامة الكبرى. وكثيرا ما تكلمت بلا حرج أن لا يصح أن نأكل الطعم أكثر من مرة. الطعم بمذاقه المرير، يعني يجعل البسطاء منا أو بعض البسطاء منا يكفروا بالقضية لبعض التصرفات أو السلوك، فليس كل الفلسطينيين على شاكلة واحدة. ولكن أعتقد أن إذا كان هناك ما آلم المصريين فكنت أخرج للإعلام وأنا مصر ألا تأكلوا هذا الطعم. القضية الفلسطينية أكبر من فصيل وأكبر من شخص وأكبر من أفراد. القضية الفلسطينية هي حل حقيقي لجميع مشاكلنا العربية، وأنا مؤمن بده، ويمكن عبرت عنه في أعمالي الكثيرة، وآخرها كان فارس بلا جواد اللي أرخ للقضية الفلسطينية وكيف سرق شعب فلسطين وأرض فلسطين. وعانيت كثيرا من هذا المسلسل، ولكن مكسبي في هذا المسلسل الحقيقي ان اكثر من 2 مليون نسخه من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون ما كانش بيتوزع، ما كانش بيتباع. 2 مليون اتباعوا في مصر في المنطقه العربيه بهذا المسلسل. وكان مكسبي ايضا احد الفلسطينيين جاء الى مصر ويتصل بي يقول لي انا عايز اقابلك. وهقول لكم بصراحه دي اول مره في حياتي اقولها.
فكان بعد مسلسل فارس بلا جواد كانت هناك إشارات للتصفية يعني من الجانب الصهيوني، وخدت تعليمات كده ان انا ما اسافرش واحتاط فلما حد كلمني وقال لي انا جاي من الاراضي الفلسطينيه وعايز اقابلك عشان في هديه جايبها لك ولازم اسلمها لك بنفسي، بلا شك انا توجست واتصلت باحد الاشخاص رحمه الله في المخابرات المصريه وقلت له حصل كذا. قال لي يعني تكير يعني اعمل ايه؟ فقلت لو كان هذا الشخص نبيلا فانا هظلمه، هقابله في اي مكان. وقابلت هذا الشخص قال لي انا خرجت من 4 معابر بالعافيه بهذه اللوحه المهداه من جرحى فلسطينيين اتفرجوا على مسلسل فارس بلا جواد في رمضان، وكانت دكتوره اتمنى اكون فاكر اسم دكتوره زينب الغنيمي، دكتوره سعاد مش فاكر، كاتبه لي اهداء بورقه كده على لوحه كبيره انا حاططها في مكتبي في البيت، وقالت لي اتمنى ان الصوره دي تفضل امامك وحطها في مكتبك. اللوحه دي هزتني وخلتني ابكي، لان قالت لي الجزء القادم الجزء الثاني من فارس بلا جواد، ودي رساله بحملها لك من جرحى الفلسطينيين، يبقى جواد ينتظر الفارس. جميل. قالت لي الآن نريد هذا المعنى. طب الصورة عبارة عن إيه؟ لوحة زيتية جميلة ورائعة، حصان ودرع وسيف على الأرض والقدس ورا. فالمعنى بتاع الصورة واضح، فعلا هذا الجواد